هاشم البسطوي وفيصل العزيزي عداوة بعد محبة. فاجأ الممثل والمغني فيصل العزيزي الجمهور باتهامه الممثل المعتزل هاشم البسطوي بالمثلية من خلال نشره لتدوين يلمح من خلالها لذلك. شرارة الخلاف: القصة بدأت عندما خرج عزيزي بمنشور قال فيه: ديما غنبقى فان ديالك وعاشق لتمثيلك ولصوتك وأنت كتغني لي. ليتطور بعدها الخلاف على السوشيال ميديا من خلال فضح بعضهما البعض، ولم يفوت الممثل المعتزل الفرصة للرد على منشور صديقه السابق، حيث قال: الدراري اللي قراو معايا في المعهد كانوا كلهم كيعرفوا الحساسية اللي عندي من الأطعمة اللي كانوا في البوفيت بحال اللوبيا مثلا. وتابع قائلا: خصوصا اللوبيا كنت باغيها ما تبقاش في هاد البلاد باش ما نبقاوش نشمو الغازات ديالها، ولكن كترات مؤخرا وشخصيا مني تزادت وانا كنحاربها وغنبقى ديما نحاربها. تهديدات بفتح الاسرار. ووصل عزيزي التراشق بالكلام مع هاشم البسطوي، حيث عاد في تدوينة جديدة ليهاجم فيها الأخير، مهددا بنشر أسرار كانت تجمع بينهما، قائلا: ما بغيش نكون خايب. إلى أنه كان يعتد بكلام والدة هاشم البسطوي التي كانت تطلب منه عدم الاكتراث كونه يمر بظروف صعبة نتيجة وضعه الصحي. وجمعت صداقة بين هاشم وفيصل العزيزي منذ أن كانا يدرسان معا، كما امتدت الصداقة إلى ما بعد احترافهما التمثيل قبل أن تنقطع منذ التزام هاشم البسطوي.